السلام عليكم. واش عمرك حسيتي براسك واقفة حدا واحد الأمر اللي كيبان لك أنه صعيب عليك؟ باغية تفهمي جسمك، باغية تعيشي حياتك بشكل طبيعي، ولكن كاين شي حاجة لداخل ديالك كتشدك وكتحبسك وكتخليك تحسي بالخوف بلا سبب واضح. واش فكرتي مرة بلي يمكن انتي وحدك اللي كتحسي بهاد الشي، ولكن الحقيقة اللي قليل اللي كيهضر عليها، وهي كاين الآلاف البنات كيعانيو في الصمت من نفس الإحساس، نفس الآلام ونفس الخوف. اليوم بغيت نهضر معاك على موضوع حساس بزاف ولكن مهم أكتر، التشنج المهبلي أو الفاجينيزم. ماشي باش نخوفك ولكن باش نفهموك، أولا باش نفهمك ونقول لك ماشي انتي بوحدك وكاين حل. شنو هو التشنج المهبلي؟ هو حالة كيتشد فيها عضلات المنطقة الحساسة بشكل لا إرادي، يعني الجسم ديالك كيدير ردة فعل دفاعي بلا ما انتي تختاري. كيوقع ملي الجسم كيشوف الموقف كخطر بالنسبة ليه، حتى إلا عقلك عارف بلي ما كاينش خطر وهنا كيبان الصراع. العقل كيبغي ولكن الجسم كيرفض. كيفاش كيبان في الحياة اليومية ديالنا؟ بزاف ديال البنات كيعيشوا معاه بلا ما يفهموه، خوف من أول علاقة، آلام أو صعوبة في العلاج، شد قوي في الجسم بلا تحكم، توتر شديد قبل أي تجربة، أو إحساس بالذنب أو النقص في العلاقة الجنسية. وبعض البنات كيوصلوا حتى أنهم كيبداو يلوموا راسهم، ولكن الحقيقة الجسم غير كيدافع على راسو. علاش كيوقع؟ كاينين أسباب مختلفة وكل حالة عندها قصة. أولا الخوف من الآلام أولا من التجربة الأولى كيدير برمجة في الجسم. التربية، إلا تربت البنت على أن الموضوع عيب أو مخيف، الجسم كيتبرمج على التوتر. التجربة السابقة مؤلمة، حتى إلا كانت صغيرة الجسم كيتذكر الآلام، يعني كونها أنها تعرضت مثلا لاغتصاب. التوتر النفسي واللي كيجي في المرحلة الرابعة، الضغط، القلق والخوف العام كيأثروا على العضلات ديال الجسم الكامل. أكبر خطأ كيديروه البنات هو السكوت على هذا الموضوع والخوف من الحديث عليه، أو محاولة إجبار الجسم بالقوة، يعني كتبقاي تفرضي على جسمك شي حاجة هو ما متقبلهاش، حيت كل ما زدتي الضغط على جسمك كيزيد هو يشد أكتر. الجسم ما كيتصالحش بالقمع، كيتصالح بالأمان. أول خطوة نحو التحسن، أول خطوة ماشي علاج طبي معقد، أول خطوة هي تفهمي جسمك، توقفي اللوم وتبداي ترجعي ليه الإحساس بعدا بالأمان. كيفاش؟ التنفس العميق، الاسترخاء، التدرج بلا ضغط، تقبل الجسم بلا خوف. الجسم ملي كيبدا يحس بالأمان كيبدا هو بوحدو يترخى. وهنا كيكون العلاج. نعم التشنج المهبلي كيتعالج بنسبة كبيرة وبزاف، ولكن العلاج ماشي سريع ولا فيه ضغط، هو رحلة صغيرة ديال الصبر، الفهم والراحة النفسية. وكاين حالات كثيرة تعافت نهائيا ورجعت حياتها طبيعية 100%. إلا كنتي كتشوفي راسك في هذا الكلام، بغيت نقول لك حاجة مهمة: ماشي انت ناقصة، ماشي انت مكسورة، ماشي انت ضعيفة، آه وماشي انت بوحدك. الجسم ديالك ماشي العدو ديالك، هو غير كيدافع عليك بالطريقة الغلط فقط. إلا بغيتي تزيدي تفهمي أكثر وتفهمي شنو بالضبط عندك، حاولي أنك تدخلي عندي الواتساب ونقدر أنني نشرح لك أكثر. وهذا ما كان، ونتمنى لكم الشفاء العاجل، وموعدنا إن شاء الله في موضوع جديد وخاص كيف ديما بالتشنج المهبلي وبأفكار جديدة اللي تنفعكم. دمتم بخير.